اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات فوازير ومنين يا بلدينا واحنا بلدنا ايه. والمطلوب تقولوا لنا اسم المحافظه اللي احنا بنتكلم عنها. محافظتنا النهارده هي محافظه ذات مدينه واحده بتقع على الضفه الشرقيه لنهر النيل بطول يصل الى 41542 كيلو متر مربع. بتبلغ مساحه محافظتنا 3084.67 كيلو متر مربع. اما عن تعداد السكان فمحافظتنا أكبر محافظة عربية من حيث تعداد السكان، وبتحتل المركز الثاني على مستوى إفريقيا والمركز ال19 عالميا بعدد سكان يصل إلى 10,331,624 نسمة. بتعد محافظتنا من أكثر المدن تنوعا ثقافيا وحضاريا، فشهدت العديد من الحقبة التاريخية المختلفة على مر العصور. يوجد بها العديد من المعالم القديمة والحديثة، فأصبحت متحفا يضم العديد من الآثار المصرية القديمة، اليونانية، الرومانية، القبطية والإسلامية. اكتسبت محافظتنا مكانتها وتأثيرها على الحضارات المختلفة بفضل موقعها الاستراتيجي اللي اختاروا ليها أهل مصر منذ فجر التاريخ. تميزت محافظتنا عن بقية العواصم التاريخية بصفة الاستمرار، وشكل تطورها سلسلة من الحلقات بدأت من مدينة أول في عصر ما قبل الإسرات، والتي كانت بمثابة العاصمة الدينية بعد التوحيد وبداية عصر الأسرات على يد الملك مينا. عرفت مدينة أول في العصر الإغريقي باسم هيروبوليس اللي هي حاليا عين شمس. وعقب الفتح الإسلامي لمصر على يد القائد عمرو بن العاص فأنشأ مدينة الفسطاط سنة 641 لتكون عاصمة للبلاد. وعقب قيام الدولة العباسية والقضاء على الدولة الأموية فأقامت الدولة العباسية مدينة العسكر كعاصمة للبلاد في مكان بيسمى الحمراء القصوى، وهي بتقع شمال شرق مدينة الفسطاط. ومع مرور الوقت اتصلت مدينة العسكر ومدينة الفسطاط وأصبحت مدينة كبيرة. وعقب تولي أحمد بن طولون حكم مصر فرأى أن مدينة العسكر لا تكفي لحشيته، فصعد لجبل المقطم ووجد أرض فضاء ما بين مدينة العسكر والمقطم، فأنشأ عليها مدينته الجديدة القطائع. وبعد قرابة 100 عام من إنشاء مدينة القطائع دخل الفاطميون مصر بقيادة جوهر الصقلي، اللي بدأ في وضع حجر الأساس لإنشاء العاصمة الجديدة للدولة الفاطمية، واللي بتقع شمال شرق مدينة القطائع، ودي محافظتنا اللي احنا بنسمعها. أما بقى عن سبب تسمية محافظتنا باسمها الحالي فاختلفت الأقاويل. فبعض الأقوال بتقول أن جوهر الصقلي أطلق اسم المنصورية على محافظتنا في بداية الأمر تيمنا بمدينة المنصورية اللي أنشأها خارج القيروان، أو تيمنا بوالد المعز لدين الله المنصور بالله. واستمر هذا الاسم حتى قدوم المعز لدين الله بعد 4 سنوات من تأسيس محافظتنا، وأطلق عليها اسمها الحالي تفاؤلا بأنها ستقهر الدولة العباسية. وهناك بعض الأقوال حول تسمية محافظتنا باسمها الحالي هو ظهور النجم القاهر أو كوكب المريخ في سماء محافظتنا أثناء بنائها، وقيل إنها سميت باسمها الحالي حتى تقهر الأعداء. أما عن الأسماء التانية اللي تم إطلاقها على محافظتنا فأطلق عليها جوهرة الشرق، مدينة الألف مأذنة، والمحروسة. و6 يوليو هو العيد القومي لمحافظتنا، وهو ذكرى وضع القائد جوهر الصقلي حجر الأساس لمحافظتنا سنة 969 ميلاديا، ليبلغ عمر محافظتنا الآن على ما يربو عن 1055 سنة. تصغر محافظتنا بالعديد من المعالم ذات الشهرة، منها شجرة مريم، الكنيسة المعلقة، مسجد الأزهر، مسجد الحسين، مسجد عمرو بن العاص، المتحف الإسلامي، المتحف القبطي، البرج، خان الخليلي، قصر محمد علي، قلعة صلاح الدين. وكفاية كده عشان تعبت ولسه كتير كتير كتير. كلمة وقالها فيلسوف: اللي يلف الدنيا يشوف. يا ترى كل فين النهارده؟